جربنا منتجات جديده للبيت وده الجزء ال 15 عشان نقول لكم كل منتج تمام ولا اي كلام. فمعانا المره دي مبشره جبنه بالكهرباء، حامل موبايل بيلزق، ديسبنسر عصير لسه نازل، وصله شحن ثلاثيه، ومنتجات تانية هتشوفوها دلوقتي. بدأنا بمنتج أول مرة نشوفه، مبشرة جبنة بتشتغل بالكهرباء، سعرها 1600 جنيه، غالية جدا طبعا، فهتشوف دلوقتي تستاهل ولا لا. المهم هي معمولة من فولاذ مقاوم للصدى، وزنها خفيف وسهل جدا في مسكها، والمفروض يعني لما تدوس على الزرار ده الجبنة تنزل من هنا مبشورة وفي ثانية واحدة. معاها الشحن بتاعها، جهاز كده شكله ابن ناس قوي، ومعاها كمان شفرة بشر واحدة بتتشال وتتركب من هنا. هي الفكرة في المبشرة دي مش جديدة، مش اختراع يعني، انت بتحط الجبنة هنا وتضغط عليها والمبشرة بتلف، بس الجديد بقى المرة دي انها بتلف بالكهرباء مش يدوية زي كل المنتجات التانية. المهم بدأنا نجرب في قطعه جبنه شيدر، قفلنا المبشره، ضغطنا الزرار، والنتيجه كانت مبهره. الجبنه نزلت في ثواني ومبشوره بدرجه مظبوطه قوي من غير اي مجهود كمان، وده بقى شجعنا نجربها كمان مع المكسرات. حطينا فستق، شغلناها، والنتيجه برده كانت عظيمه. كل حاجه في المنتج ده حلوه باستثناء السعر. اما بقى بالنسبه لطريقه شحنها فانت بتظبط الفتحتين دول على الشاحن لحد ما تنور معاك. المنتج ذكي فعلا، بيخليك ما تبذلش اي مجهود في بشر الجبنه، ولو هنخرج السعر من الحسبه فالمنتج يستاهل قائمه تمام. دخلنا بعد كده على فوط تنظيف مايكرو فايبر ثلاثيه، عامله زي شوكه كده فيها 3 صوابع وبتحل مشكله كبيره قوي في التنظيف. المهم سعرها 100 جنيه، ايدها بلاستيك، والفرش نفسها مايكرو فايبر، تقدر طبعا تخلعهم، تنضفهم وتستخدمهم تاني. الفكره باختصار ان ال3 صوابع الرفيعين دول تقدر توصل بيهم لاضيق الاماكن، حاجات زي الشيش مثلا، الشبابيك، تكييفات، دول ما تقدرش توصل جواهم بالفوط العاديه. فبدانا نجربها مع رف الفرن والنتيجه كانت حلوه جدا، نضفت كويس بسهوله من غير ما نقعد بقى ندخل ايدينا بينهم والكلام ده. فالمنتج بيحل مشكله فعلا، مفيد جدا، فدخلناه قائمه تمام. المنتج اللي بعده ديسبنسر عصير حجمه 3 لتر وسعره 777 جنيه. بس اول ما فتحنا المنتج حسينا ان حجمه صغير قوي، ما توقعناش بصراحه ياخد ال 3 لتر كلهم، بس قلنا مش مشكله نجرب ونشوف. الديسبنسر كله ازاز، ودي حاجه ناس كتير بتقلق منها عشان الكسر طبعا، بس عموما يعني جوده الازاز كويسه، وبيجي معاه كمان الحامل الخشبي ده بيتركب عليه كده، بيبقى شكله شيك قوي، معاه طبعا الحنفيه والغطا وكل الحاجات. بدانا نركب الحامل بالمسامير اللي جايه معاه، موضوع سهل جدا ما اخدش وقت. بعدين ركبنا الحنفيه من جوه وقفلنا بالحلقه الصغيره دي عشان بتمنع التسريب. في كمان حلقه كبيره دي بتتركب في الغطا عشان هو كمان يبقى محكم. نيجي بقى لمفاجاه المنتج، لما حطينا العصير خد كميه كويسه جدا، دول 2 لتر، في كمان مساحه فاضيه تاخد اللتر التالت. الحنفيه قويه جدا، بتصب العصير بسهوله من غير اي تسريب، غير بصراحه منتجات تانية جربناها الحنفيه كانت بتيجي مرهقه قوي. الديسبنسر جودته كويسه جدا، فدخلناه قائمه تمام. دخلنا بعد كده على لمبه ليد على شكل كلمه لاف، سعرها 150 جنيه، خامتها بلاستيك وبتشتغل بالبطاريات، وممكن برضو توصلها بيو اس بي. المهم حطينا البطاريات عشان نجربها، وهي عموما شكلها حلو، بس فيها مشكله بسيطه، بتنور لون ازرق بس، وده بيخلي الموضوع ممل. لو كان فيها الوان تانية كانت هتبقى احسن بكتير، وكمان كانت هتمشي مع ديكورات اي مكان. اضاءتها كمان مش قويه قوي، بس احنا قلنا ان ده منطقي بما انها يعني لمبه ديكور مش للاضاءه الصريحه. عموما خامتها مش وحشه مقارنه بسعرها، شكلها كمان حلو، بس الموضوع في الاخر واقف على استخدامك ليها، عشان كده اللمبه دي ما دخلناهاش ولا قايمه من الاثنين. دخلنا بعد كده على وصله ثلاثيه بتشحن كل الاجهزه، قوتها 120 واط وسعرها 245 جنيه. خامتها سيليكون مطاط، وهي عباره عن 3 وصلات شحن في بعض متوصلين بكابل يو اس بي، ممكن تشحن بيهم اي حاجه، تايب سي، ايفون، اندرويد، شغاله معاك في كله يعني. والميزه كمان فيها ان ال3 وصلات مربوطين بحزام خفيف كده، فتقدر تربطهم ببعض، فمش هيتلعبكوا منك او يتقطعوا زي كل الشواحن. نيجي بقى لاهم حاجه في الوصله، وهي سرعه الشحن. وصلناها بتليفونين ايفون واندرويد، وسبناهم نص ساعه، واكتشفنا انها زي اي وصله عاديه، مش بطيئه بس مش سريعه قوي، متوسطه يعني. عموما الوصله عمليه وجودتها كويسه، وبتجمع لك كل الشواحن المهمه في منتج واحد، عشان كده طبعا دخلناها قائمه تمام. دخلنا بعد كده على شنطه تخزين الحبوب، سعرها 59 جنيه، والبلاستيك بتاعها مقاوم للرطوبه، شكلها حلو قوي، ليها ايد كده بتتشال منها، وحجمها كبير، بتاخد تقريبا 2 كيلو. استخدامها سهل، فيها الغطا اللي فوق ده عامل كده زي غطا اي ازازه عادي، بتحط الحبوب، تقفل كويس وتصب براحتك. احنا جربناها مع العدس، كويسه جدا، محكمه، ودي اهم ميزه فيها عشان اولا ما توقعش، وثانيا تحافظ على الحبوب. فيها ميزه كمان ان شكلها حلو وهتنظم لك المطبخ، لو جبت منها 3 ولا 4 هتلم لك كل الحبوب بشياكه وفي رف واحد. فالمنتج عملي جدا، هندخله قائمه تمام. المنتج ده بقى غريب بجد، عباره عن حامل موبايل لاصق بيلزق في اي مكان، سعره 99 جنيه. فكرته انه معمول من سيليكون كده مطاط، بس الغريب بقى فيه ان كل مكان في الحامل بيلزق، يعني لو حطيته كده على اي وضع على اي سطح هتلاقيه لازق فيه. ده غير كمان ان جسمه مطاط، يعني بيتشكل على حسب اي ارتفاع انت عايزه. في طبعا الجزئين دول اللي الموبايل بيسند عليهم، احنا كنا مقلقين بصراحه من موضوع اللزق ده يكون بيسيب اثر ولا حاجه، بس ده ما حصلش. هو يمكن مش مريح قوي فكره انك بتستخدم حاجه كده كل ما تلمسها تلزق، خصوصا كمان انه بيلزق في الموبايل، بس بصراحه مش قوي. الهدف الاساسي من المنتج ده من الاخر كده انك تلزقه على تابلو العربيه. فكرته جديده، جودته كويسه، بيشتغل كمان على المكاتب كويس قوي، فدخلناه قائمه تمام.
دخلنا بعد كده على برطمان توابل بيتحكم في الكميات، سعره 99 جنيه ومعمول من بلاستيك مقاوم للرطوبه. الفكره فيه انه بيساعدك تتحكم في كميه التوابل اللي بتحطها في اكلك. بدانا نملاه، فتحنا الغطا اللي تحت ده وحطينا الكركم وقفلنا، وبضغطه بسيطه من فوق بينزل الكميه اللي شايفينها دي. كميه معقوله جدا، مش كتير خالص، هتخليك تتحكم في اللي بتحطه، لان في ناس ما بتعرفش تظبطها وبتزود التوابل بالغلط. الضغطه كمان سلسه، مش صعبه خالص، ده غير انه بيشيل كميه توابل كبيره مش هتضطر تملاه كل شويه. فالبرطمان بصراحه عملي، دخلناه قائمه تمام. دخلنا بعد كده على لانش بوكس حراري للاطفال، سعره 139 جنيه ومن بره بلاستيك ومن جوه ستانلس ستيل، ومعاه كمان معلقه بلاستيك صغيره. بياخد 300 جرام اكل، فاحنا كان اهم حاجه بالنسبه لنا نشوف بيحتفظ بالحراره ولا لا. حطينا فيه الاكل السخن، سبناه نص ساعه، والنتيجه للاسف ان الاكل برد كانه كان مكشوف عادي. ده غير كمان ان جودته مش كويسه، سواء الستانلس ستيل اللي جوه ده او البلاستيك كمان. عشان كده المنتج ده دخلناه قائمه اي كلام. المنتج اللي بعد كده منظم شوك ومعالق، سعره 169 جنيه، خامته اكريليك كويسه ووزنه خفيف. فكرته بسيطه قوي، في من جوه كده صفايه بتتشال وتتركب بحيث تحط المعالق عليها، والميه اللي بتنزل تتصفى تحت، وبيتقفل كمان بغطا. اهم حاجه في المنتج ده بالنسبه لنا ان حجمه حلو جدا، بيتملي شوك ومعالق كتير، وفي نفس الوقت ما بياخدش حيز في المطبخ. الحلو كمان فيه انك ممكن ما تحطوش في المطبخ، شكله حلو جدا، فده يخليك تحطه على السفره كمان. فعلى قد ما هو بسيط، بس شكله وخامته الحلوين يدخلوه قائمه تمام. دخلنا بعد كده على فرش تنظيف الاماكن الضيقه، بيجوا 3 مع بعض، الوانهم مختلفه وسعرهم 135 جنيه. القطعه الواحده هتلاقي فيها فرشتين مختلفين عن بعض، ولما تقلبهم كمان هتلاقي خطاف رفيع كده، وده بيدخل في الفتحات الضيقه. وزنها خفيف جدا، والفرشه كمان عشان خشنه فهتنضف كويس. المنتج ده ليه استخدامات كتير قوي، ممكن تنضف بيه كيبورد، ازايز، او اي نوع مواعين فيها ثنايا مش عارف توصل لها. المهم عشان نجربها صح قلنا نبدا بالكيبورد، بما انه يعني معروف ان تنظيفه صعب. بدانا نشيل التراب زي ما انتم شايفين كده، بعدين استخدمنا الخطاف كمان عشان نطلع الحاجات اللي بين الزراير، والنتيجه كانت كويسه بس الى حد ما مش قوي. بس لما جربنا ننضف ازايز الميه وجربنا كمان ننضف قمع ضيق، عملتهم بصراحه كويس جدا. بس خلي بالك بقى ان الفرشه دي خشنه شويتين، فيفضل تستخدمها مع حاجات تستحمل. يعني من الاخر ما تستخدمهاش مع شاشه موبايل مثلا، هتجرحها اكيد. بس عموما المنتج فكرته حلوه ويستاهل قائمه تمام. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا في الكومنتات عايزين نجرب منتجات ايه تاني الحلقات الجايه.